ورحمة الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وبصحة وسعادة يا رب. يا ريت اللايك والشير والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة. ان شاء الله هنعمل حمام زيت هيملي الفراغات وهيتقل الشعر وهيكثف الشعر وهيمنع التساقط. لو في قشرة هيمنعها، بيدي ترطيب، بيدي لمعان يعني. وان شاء الله في اقرب وقت خالص هتلاقي شعرك فعلا بدأ يطلع بيبي هير، وشعرك بدأ يطول لو كان نمو واقف عند طول معين. عايزه اقول لكم ان انا النهارده كان يوم طويل، وكنت عماله اروق ترويقه الاسبوع، وضوافري اتكسرت، وكنت رايحه اعمل بقى باديكير واعمل حمام زيت. فقلت حمام الزيت اللي هي الخلطه اللي انا هعملها معاكم دي او الوصفه خلصت، فقلت كنت هجددها يعني، فقلت لا خلاص هجددها معاكم على القناه. اول زيت معانا هو زيت جوز الهند. ولما بقول يا جماعة زيت جوز الهند، ده زيت ناقل، تمام، او زيت حامل، هو مش زيت اساسي. يعني ايه زيت ناقل؟ بس عشان الناس تبقى فاهمة، زيت ناقل ده او اللي هو الحامل، ده علشان بيخفف الزيوت الاساسية اللي احنا بنحطوها بعدها. اوكي، يعني مثلا في زيوت بتبقى تقيله لازم تتخفف، ما ينفعش تحط على الشعر كده على طول، زي مثلا زيت الخروع، زي في كذا نوع زيت كتير زي الروزماري، فدول لازم يتخففوا. فاحنا معانا الاساس اللي احنا هنخفف بيه هو زيت جوز الهند. ومش بس حاطينه بس كده وخلاص، ده ليه فوائد حلوه جدا، بيرطب الشعر وبيقوي الشعر وبيمنع التكسر وبيقلل التجعد. يعني الناس كتير اللي شعرها بيبقى مجعد جامد قوي وفيه هيشان جامد، بيستخدموا دايما زيت جوز الهند، وبيدي لمعه حلوه للشعر. يبقى اول زيت معانا اساسي اللي هو زيت جوز الهند. بسم الله الرحمن الرحيم. وعايزه اقول لكم الزيوت اللي انا بستخدمها، بصوا هو اكتر حاجه هتبقى زيت جوز الهند. يعني مثلا نص الازازه هتبقى الزيت اللي هو الاساسي معانا اللي هو الناقل، سوري، الزيت الناقل هيبقى هو اكتر حاجه، بعد كده الزيوت التانية. وعايزه اقول لكم الزيوت يا جماعه، يعني لازم لما نستخدموا الزيوت، عشان نقوله في ناس هتقول لك ما انا عملت الوصفه ديت وعملت الخلطه ديت وما جابتش نتيجه. الزيوت عشان نستخدموها لازم نجيبوها من مكان كويس. يعني انا في زيوت هتلاقوها دلوقتي من سحر الزيوت، من بيت الزيوت، من امتنان، المصريه رخيصه جدا وكويسه جدا، الحواج. فدول حاجات كويسه، وان شاء الله هجرب قريب اللي هو الزيوت بتاعت معهد البحوث. يلا بينا بقى على طول. تاني زيت معانا اللي هو زيت الجرجير. زيت الجرجير بقى بيقوي البصيلات وبيمنع التساقط وبيرطب الشعر وبيديله لمعه حلوه جدا. فين هنا زيت؟ كان في ايدي اهو، زيت الجرجير. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هو خلاص هو بيشطب يعني، نزل منه حاجة بسيطة. استنوا هفتح واحد تاني. ده بصوا اهو من امتنان. هوريكم الزيوت اللي انا هستخدمها. بس كفاية كده ده. نيجي بقى للزيت اللي بعد كده اللي هو زيت الروزماري. طبعا كلنا عارفين زيت الروزماري، مش لازم احكي فيه كتير. زيت الروزماري بصوا ده اهو، زيت الروزماري مثلا من المصرية. زيت الروزماري معروف ان هو بيعالج الصلع الوراثي، بيعزز نمو الشعر، بيقلل التساقط، وبيخلصنا من القشرة لو في قشرة. اهو برضو كفاية كده من زيت الروزماري. نيجي بقى للزيت اللي بعد كده، زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو اهم حاجة فيه ان هو بيدي ترطيب ولمعة حلوة جدا، وبيساعد كمان في كثافة الشعر وبينعمه. الخروع طبعا اساسي، معروف ان هو بينبت اصلا الشعر. فين الخروع؟ اهو برضو الخروع اهوت من امتنان برضو. معروف طبعا ان هو رقم واحد في تعزيز نمو الشعر اهو. نيجي بقى اللي بعد كده، الزيت اللي انا يعني حبيته جدا 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 واستخدمته مؤخرا، اللي هو ده اهو من بيت الزيت. عايزه اوريه لكم، استنوا اشيل دي بعيد شويه. اهو شايفينه واضح، زيت ثمرة الافوكادو من بيت الزيت.
تمام. ثمرة الافوكادو دي حلوة جدا لانه غني، الافوكادو غني بالفيتامينات والاحماض الدهنية، وكمان بيغذي الشعر وبيعزز كثافته وبيرطب الشعر الجاف. يعني ده حلو جدا للناس اللي شعرها جاف وتالف، وبيقلل التساقط وبيقوي البصيلات وبيحسن الدورة الدموية. عايزة اقول لكم ان كل دوت عشان عايزة اجيب دروبر كاملة كده. هحط كمان قطارة. خطير يا بنات، خطير. واستنوا معايا لاخر الفيديو عشان هقول لكم تستخدموه ازاي، وفي تركايه كده وحركايه بعملها بتخلي الشعر، يعني عايزه اقول لكم والله البنات لما بتاخر عليهم في اللي انا هقول لكم عليه ده بيقولي ماما ما تعملي لنا الماسك اللي انتي بتعمليه. نيجي بقى للي بعد كده. في عندنا نوعين زيت برضو تحفه جدا جدا. اول واحد اللي هو بذور العنب، ده برضو من المصريه. برضو زيت بذور العنب ما يقلش اهميه عن الزيوت دي كلها اهو. كنت عايزه كمان سنه عشان احط الزيت اللي فاضل ده. اخر زيت، زيت جنين القمح، لا غنى عنه في الوصفه بتاعتنا. ناخد بس اهو، انا عايز اشيل دي عشان اشوف هو وصل لحد فين. ما يقلش اهميه خالص عن الزيوت دي، انا بحبه جدا جدا اصلا، وليه فوائد واستخدامات خطيره. كفايه كده. بصوا بقى يا جماعه، ادي كده الزيوت بتاعتنا جاهزه. طبعا هنرجها كويس جدا عشان كل الزيوت تندمج مع بعض. طب احنا بنستخدمه ازاي بقى؟ احنا بنستخدمه حبه كده صغيرين على اطراف صوابعنا ونحطهم في الفراغات بتاعه شعرنا كله. ده بيتعمل عادي على فروه الراس. على فروه الراس خديها كلها من قدام ومن ورا. لما بتكلم كتير بتعب وبنهج مش عارفه ليه. المهم بعمل مساج بيها في شعري كله. ممكن لو انتي مش عايزه تاخدي بفروه ايدك، ممكن في دروبر انتي تاخديها اهي. بصوا انا دي شارياها اهي، باخد بقى منها من الزيوت ديت. طبعا كل مره بتيجي تستخدميه بترجيه كويس اهي. وباخد الدروبر دي وبعدين اقوم حاطاه مليها وحطاها بقى اسمى شعر مفرغاه كده، وحطاها على فروه الراس وعامله مساج بيها للشعر كله. في بقى التركايه اللي انا بقول لكم عليها او الحركه اللي انا بعملها دي. البنات يعني اللي بيحبوا جدا الماسك حمام الكريم اكتر من الزيت. فانا بعمل ايه عشان عايزه اغذي شعرهم وعايزه شعرهم يطول. وفي بنتي الكبيره من قدام كده، عارفين الحتت اللي هي بتبقى فاضيه دي شويه، وما شاء الله ما شاء الله ممكن ابقى اوريها لكم. بدأ يطلع فعلا شعر من قدام وبدأ ينبت كده. فانا عايزه اعمل كده وهم مش بيحبوا الزيوت. فبعمل الماسك اللي انا بعمله، سواء كان حمام كريم جاهز او حمام كريم انا اللي بعمله لهم، ماسك بذور الكتان او ماسك الصدر. بقوم واخده حبه من الزيوت ديت وحطهم في مقلباه كويس وحطاه على شعرهم. يبقى انا كده عملت حمام زيت وحمام كريم. وبدل مثلا ما اخلي حمام الكريم لو حاجه طبيعيه انا عاملاها في البيت، انا بقعده ساعه ممكن ساعتين مفيش مشكله. لو اللي هو الحاجات اللي احنا الماسكات اللي احنا بنجيبها جاهزه دي انا بحطها. بحط الاول حمام الزيت قبلها يجي مثلا بنص ساعه او ساعه، وبعدين اقوم حاطه بقى الحمام الكريم ربع ساعه كمان ولا نص ساعه، وبعدين نغسل الشعر. الشعر بيبقى حاجه تانية خالص لحد الغسله التانية. بجانب ان كل دوت احنا بنغذي الشعر وفي نفس الوقت بنمنع التساقط، وفي نفس الوقت احنا بنعمل انبات للشعر وبنغذي الشعر وكثافه. ان شاء الله الوصفه دي هتعجبكم، ان شاء الله جربوه، لازم تجربوه. هتلاقوا نتيجه تانية خالص 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 حلوه جدا. ونسيت اقول لكم على حاجه مهمه جدا، انا بحط كمان زيت النعناع. انا حطيته ورا بعض، ورا الزيت اللي هو كان خالص، كان زيت ايه اللي كان خالص؟ زيت الجرجير. حطيته وراه زيت النعناع وما قلتش، كنت بتكلم. زيت النعناع دوت يعني بيعادل المكسوديل، فحلو جدا في الانبات، معروف عنه بكده. فان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، ودعوه حلوه في الكومنتات. واستنوني الفيديو. سلام.